بدأنا الدوري، أول ماتشين في الدوري والمصري يعمل انتفاضة ويبقى أول الدوري. وكمان عمر الساعي يخش يبقى بمستوى محدش كان يتوقع من عمر الساعي إن يعمل بقى في المستوى ده، اللي خلى جميع الناس كلها تتكلم عليه وتقول لك الأهلي هيبيعه للمصري، المصري هيعمل بند الشراء ولا مش هيعمله. ده في ناس أندية عاوزة تاخد عمر الساعي ترجعه تلعبوا معاها، مش عارف. لا، الكلام ده كله في الهوا. اللي في الهوا اقول لك اهو في الهوا ان عقد عمر الساعي مع المصري اعاره، ومفيش بند شراء في العقد، وفي بند مكتوب لو الاهلي عاوز يبيعه هيبيعه للمصري، بس ببند ان المصري يفعل الشراء، مفيش بند ده. وكمان هو على رادار مدرب الاهلي، وراح لاداره الاهلي وقال لهم ازاي اللعيب زي ده ما شافوش في التدريبات وطلعوا عرى من غير ما اشوفه. قالوا له لا، كان كولر منه لله كان مقعده وكان عامل ان هو عاوز يستغنى عنه، كان عاوزين يبيعه، بس احنا ما بعناهوش وطلعنا قرار المصري. قال لهم خلاص اللاعب ده اخر الموسم لو المستوى بتاعه، الشرط بقى اللي هو حطه مدرب الاهلي، لو لغايه اخر الموسم بقى على نفس المستوى يرجع الاهلي. وده الشرط اللي مدرب الاهلي قاله لاداره الاهلي. عمر الساعي هيرجع الاهلي اخر الموسم بعد الاعاره ما تنتهي بشريطه انه يفضل على نفس المستوى. ده بالنسبه لعمر الساعي، لان الناس كتير بتتكلم تقول لك عمر الساعي هيتباع لا مش هيتباع. نخش بقى على امام عاشور. طلع كلام والنهارده بالذات ان في خناقه بين امام عاشور وزيزو، والخناقه ديت قديمه والنفسيه مش شايله من بعضها، ومش طايقين بعض في التدريبات، ومش طايقين بعض في اوضه اللبس، ومش طايقين بعض. طيب الصور اللي بينزلوها دي ايه؟ الصور ده كل صوره يعني بيسيبوا الملعب كله ويصوروا جنب بعض. امام عاشور بن شرقي زيزو امام عاشور بن شرقي، حتى الصوره النهارده اللي نزلوها، وبيضحكوا بيهزروا مع بعض. مفيش الكلام ده، مفيش مشكله. هيقول لك لا اصل زيزو ماسكين بقى في الحته دي، اصل زيزو عقده اعلى من امام عاشور وامام عاشور عاوز يساوي عقده بعد زيزو. هو من حق امام عاشور لانه الاحسن والافضل على مستوى اللعيبه اللي موجوده في مصر وممكن تكون في افريقيا كلها امام عاشور. بس ما اتكلمتوش ليه على تريزيجيه؟ ما اتكلمتوش على بن شرقي بن شرقي اجنبي ماشي، ما اتكلمتش على تريزيجيه ما بياخد اكتر. لا هم مسكوا في زيزو وامام عاشور، وده كلام بقى اللي هو الكلام اللي ايه الرخيص اللي بيتقال. لا ابشركم ان امام عاشور تم الاتفاق مع اداره الاهلي ان هيتم تجديد عقده لغايه 2030. يعني امام عاشور اهلاوي لغايه 2030، ومفيش خناقه بينه وبين زيزو، ومفيش اي حاجه. احنا لنا الظاهر اللي قدامنا، مالناش دعوه بالدواخل. الظاهر اللي قدامنا بيقول ايه؟ الظاهر اللي قدامنا انهم ناس مرتاحه مع بعض. حتى زيزو لما راح اول يوم راح المعسكر معاهم اللي كان في امريكا، الاستقبال بتاعه كانوا مستقبلينه الشناوي او امام او اي اللعيبه كلها كانوا مستقبلينه بترحاب وفرحانين بيه. فامام عاشور مع الاهلي لغايه 2030، هو فاضل بس امضاء العقود. ده بالنسبه لامام عاشور. كمان بالنسبه لامام عاشور، امام عاشور احتمال بنسبه 70%، وانا قلت الكلام ده في الفيديو بتاع امبارح، احتمال اكتر من 70% انه يقعد احتياطي في غزل المحله، في ماتش غزل المحله، وممكن يلعب اساسي وممكن ما يلعبش اساسي في ماتش بيراميدز. هتقول لي ليه؟ هقول لك ان امام عاشور نزل التدريبات بس لسه الجهاز الطبي ما قالش ان هو ينزل مباراه كامله، او هو بقى في حالته الصحيه 100%. فهنشوفه في غزل المحله في الاحتياطي، او وهينزل في ماتش بيراميدز، او هينزل احتياطي في ماتش بيراميدز. ده بالنسبه للاخبار اللي وصلت لنا لامام عاشور. في شويه غيابات هتحصل في الاهلي وخصوصا في الدفاع. عندك ياسين مرعي هيغيب شهر، ومحمد شكري ده الصفقه الجديده هيغيب 3 اسابيع. عندهم شد في العضله الخلفيه والاماميه، كل واحد ده الخلفيه وده الاماميه. دي الغيابات تقريبا كده لعنه
لعنه فاكرين زمان لما كنا بنقول مستشفى الاهلي، هي شكلها كده في اول الموسم كده كام لعيب يعني، منهم ياسر ابراهيم، ياسين بدات بامام عاشور في كاس العالم، وبعدين ياسر ابراهيم، وبعدين ياسين مرعي، وبعدين محمد شكري، وربنا يستر. وكان بن رمضان برضو كان اصابه كدمه كده في رجله، والحمد لله تم التعافي. الاهلي النهارده خد اول قسط ال 4 مليون بتوع 4 مليون دولار بتوع وسام ابو علي. ده اول قسط من الصفقه بتاعت وسام ابو علي اللي راح امريكا، ولنا كلام في كلام في وسام ابو علي. ال 4 مليون دولار دولت يقال انهم جم اتعانوا علشان صفقه سوبر يعوضوا بيها وسام ابو علي. تاني ال 4 مليون دولار اللي جم من صفقه وسام محطوطين في جنب لتعويض لعيب سوبر اجنبي او مصري، بس الاغلب اجنبي، يعوض بيها وسام ابو علي في خط الهجوم. يقال وسام ابو علي وسام ابو علي عجبني ليه تصريح نسخه بالكربون زي التصريح اللي قاله لما انسأل اشمعنى اخترت النادي الاهلي بالكربون. قال ايه بقى وسام؟ قال لك انا سعيد ان انا رحت فريق كولومبوس، وخصوصا الفريق ده علشان احقق فيه البطولات والانتصارات وعشان خاطر الجمهور. نفس الكلام لما انسال انت جيت الاهلي ليه؟ قال لهم انا كنتش باخد بطولات وجاي الاهلي مخصوص، واخترت الاهلي مخصوص عشان خاطر اخد بطولات. انا مش هرد عليه، هسيبكم في التعليقات انتوا اللي تردوا عليه. انا هرد عليه اقول له ايه؟ انا سيبكم انتوا في التعليقات ترد عليه. دي كانت شويه اخبار النهارده. هما النهارده كان في نصهم كان في العزاء بتاع ابو محمد الشناوي، ربنا يرحمه، عزائنا للكابتن محمد الشناوي. والنص الثاني او مش نص يعني كام لعيب راحهم، منهم الكابتن عماد النحاس، منهم كهربا راح، كهربا جاي له صور ان هو راح، والباقي ومنهم تقريبا سيد عبد الحفيظ راح، لاعبين 3 من لعيبه الاهلي راحوا، وباقي اللعيبه نزلوا التدريبات النهارده. دي كانت شويه اخبارنا النهارده، قلت اقولها عليكم واقول لكم الف سلامه.